أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. بيبدأ الفيلم مع البطل كريفن وهو بيوصل للسجن الروسي بتهمة القتل، وأول ما بيوصل بيحاولوا 2 من أتباع زعيم السجن يعتدوا عليه ويضربوه، بس هو ضربهم علقة محترمة، فبيجي 2 تانيين وبياخدوا للزعيم سيمون. في الأول سيمون سأله أنت مش عارف أنا مين وإزاي تقتل رجالتي، وفي النهاية هدده وقال له أنت كده كده ميت دلوقتي. وكان في على الأرض راس نمر، فنزل كرافن وأخد ناب النمر وقتل أعوان الزعيم، وبعدها هجم على سيمون وطعنه في رقبته وخلص عليه، وبعدها هرب من السجن وحاولوا العساكر يقتلوه ويضربوا عليه نار، بس كرافن كان سريع جدا وبيجري بطريقة غريبة كأنه أسد، وهو بيجري في الصحراء لقى ديب قدامه، فبص له كرافن قبل ما يهاجمه، والغريب بقى ان الديب ده فهم نظرات عيونه ورجع لورا، وبسرعة جري كرافن وركب الطيارة. وبعد ما هرب تمام رجال الشرطة لقوا السجين اللي كان كرافن متنكر في شكله ومقتول في الصحراء، فاستغربوا وسألوا نفسهم امال اللي قتل سيمون ده يبقى مين؟ ومن هنا اطلقوا عليه اسم الصياد. وبنرجع تاني لكرافن وهو لسه في الطيارة، وساعتها رجع فلاش باك بالزمن 16 سنة لورا، وافتكر لما كان اسمه سيرغ ولسه بيدرس في الثانوية هو واخوه الصغير ديم. وفي يوم من الأيام جالوا أبوهم نيكولاي وأخدهم من المدرسة رغم إن الفصل الدراسي لسه مخلصش، فاستغربوا وسألوه فين ماما؟ فقال لهم أمكم كانت ضعيفة وما قدرتش إنها تتحمل الضعف والتعب وانتحرت، وهو مش عايزهم يطلعوا ضعفة زيها ولازم يكونوا أقوياء، وعشان كده هيروحوا يستادوا أسد في الغابة. وكان واضح إن سيرغ قوي وشخصيته جبارة جدا على عكس ديم اللي بيكون خايف ومهزوز من أبوه طول الوقت. وسافروا لشمال تنزانيا، وفي المشهد اللي بعده بنشوف بنوتة اسمها كاليبسو وهي قاعدة تلعب بأوراق التاروت، وبتيجي جدتها وبتقول لها إن الورق ده بيتنبأ بالمستقبل، وبتطلب منها تسحب 3 ورقات، وبعد ما سحبتهم قالت لها الورق بيقول إن خطر هيقرب من شاب مراهق، وبتطلع إزازة فيها شراب سحري، وقالت لها إن الترياق ده بيشفي الإنسان بطريقة لا يمكن تتخيليها، وبتعرفها إنها لازم تحتفظ بيهم كويس قوي. وتاني يوم بيخرج نيكولاي للصيد في الغابة، وبيجي شاب اسمه أليكسي وبيطلب منه يكون شريكه، فرد عليه نيكولاي بكل قلة ذوق وأهانه إهانة جامدة، وقال له أنت شخص نكرة وغبي ومالكش أي وجود، فإزاي أنا أشاركك؟ وساعتها نار الغضب والانتقام اشتعلت في عيون أليكسي. في الوقت ده كان سيرغ وديم بيصطادوا هم كمان في الغابة، وفجأة ظهر قدامهم أسد، وقبل ما يهجم عليهم بص له سيرغ في عينيه، والغريب إن الأسد وقف مكانه وكأنه فهمه من نظرات عينيه. وللأسف جاء نيكولاي وضرب الأسد رصاصة في كتفه، فتعصب الأسد جدا وهجم على سيرغي وأخده وهرب به بسرعة. وقتها كانت كاليبسو مع أهلها في الغابة هي كمان، وحست به وفضلت ماشية لحد ما شافت الأسد سابه على الأرض ومشي، فطلعت له من جيبها الترياق اللي ادته لها جدتها وسقته منه، وتم نقله للمستشفى. وفي المستشفى بدأت جينات سيرغي تتحول لجينات الأسد اللي افترسه، حتى لون عينيه اتغيرت وتحولت للون عيون الأسد، ورغم إن قلبه وقف عن النبض ومات فعليا إلا إنه رجع للحياة مرة تانية. وجاه نيكولاي وأخده للبيت، وبدل ما يتعامل معه بعطف ويحس بالذنب بالعكس بدأ يلومه على تصرفه، وقال له إن أخوه كان هيموت بسببه، وعرفه إن قتل الأسد وقطع راسه. وهنا تعصب سيرغ جدا وشتم أبوه، ولما طلع أوضته شاف طائر على الشباك واندهش إنه فهم لغة الطائر وعرف هو بيقول إيه. في اللحظة دي عرف سيرغ إن البيت ده ما بقاش مكانه ولا ينفع يعيش فيه، وبسرعة بدأ يلم شنطه وقرر إنه يهرب. وهو بيحط اللبس في الشنط شاف الأنبوب اللي كان فيه الترياق السحري وكارت التاغوت وأخدهم واحتفظ بيهم، وخرج من الشباك ووقع من فوق المبنى واندهش تاني إنه نزل على إيده زي الأسد برضه، وركب السفينة وسافر لروسيا وراح يعيش في الغابة. وهناك سمع صوت من على بعد أميال، ولقى وقتها قطيع من الجاموس الوحش بيجري ناحيته، فكان خايف جدا، وواحدة من القطيع فهمت خوفه وقدرت تحميه لحد ما القطيع كله بعد عنه، وفضل ماشي لحد ما لقى كوخ قديم وسط الغابة، ولقى نفسه بدأ يشوف ويسمع بمنتهى الدقة لدرجة إنه كان بيشوف ويسمع من على بعد أميال، فحب يكتشف نفسه بقى يجري ويطلع فوق الأشجار زي الأسود والنمور، وهو مبسوط ومذهول من قوته اللي ملهاش حدود. وساعتها شاف 2 صيادين قريبين من المكان، فراح يشوف في ايه، وهناك لقاهم قتلوا قطيع الجاموس ومن ضمنهم الجاموسة اللي قدرت تحميه، فزعل عليهم جدا وحس انهم عيلته وهجم على الصيادين وقتلهم. وبعدها فاق سيرغ من الفلاش باك وبنشوفه معاه كروت التاروت اللي لسه محتفظ بيها طول السنين دي كلها. وبعدها نزل من الطيارة رجع تاني للغابة ودخل الكوخ اللي لسه عايش فيه لحد دلوقتي. واخر اليوم وصلوا باقي افراد العصابة واخدوا قطع الجاموس، وقبل ما يخرجوا من الغابة لقوا كرافن قدامهم وقتلهم كلهم ما عدا واحد منهم هو بس اللي قدر يهرب منه. ولما رجع المكتب لقاه موجود وقتله هو كمان. واخيرا بنشوف كاليبسو وهي في عزا صديقتها اللي قتلها سيمون وبتودعها بالدموع، وكان كرافن موجود في العزا بعد ما قدر يلاقيها اخيرا، وطلع الكارت وشكرها على مساعدتها ليه، وقال لها انه اخذ بطار صاحبتها وقتل سيمون في السجن ورد لها الجميل، وبيديها قائمة فيها اسماء رجال المافيا والعصابات، وبيطلب منها انها تنضم له ويكونوا فريق وتساعده في التخلص على العصابات في القائمة اللي معاها. بس هي قالت له انها محتاجة
وقت تفكر، وقبل ما تمشي بتقوله ان الاسماء اللي في القائمه دي مش هتأذيه هو، انما هتأذي عيلته، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بنروح لأليكسي وبنشوفه بعد ما جسمه اتحول وبقى عنده قوه خارقه هو كمان، وراح قابل اعوان سيمون وسألهم مين فيكم اللي هيكون شريكي ويشتغل لحسابي بعد موت سيمون. وفي الاول اخذ مصل وتحول لحديد، ولما ضربوه بالنار الرصاص ما اخترقش جسمه، وقدر انه يخرج الرصاص من جسمه بايده وقتلهم ما عدا اخر واحد اسمه جون، وهو بس اللي وافق يكون شريكه. وفي المشهد اللي بعده راح جون قابل نيكولاي وعرض عليه الشراكه، وعرف نيكولاي على طول انه خاين وجاي علشان يوقعه فخ. وقبل ما يعرف منه هو شغال لحساب مين، كانوا دخلوا عصابه أليكسي ودمروا المكان كله وحاولوا يقتلوا نيكولاي، بس هو قتلهم كلهم. وطبعا اتعصب أليكسي لما عرف اللي حصل. وفي المشهد اللي بعده راح كرافن لبيت والده وعمل مفاجاه لاخوه ديم بمناسبه عيد ميلاده، وخرجوا يسهروا ويحتفلوا مع بعض، وجا نيكولاي واحتفل معاهم. واخر الليل رجعوا هما الاثنين للبيت، وحاول كرافن ينام على الكنبه، وساعتها سمع اصوات غريبه ومخيفه فاضطر يخرج وينام في الجنينه. ولما رجع البيت الصبح لقى المكان كله متدمر، وديم اخوه مش موجود في سريره، وكمان في اثر دم على مخدته. ولما بص من الشباك شافهم وهم خاطفينه، فجري وراهم بسرعه وحاول يكسر العربيه بكل قوته، وكان بيحاول يقتحم العربيه، وكانوا افراد العصابه بيحاولوا يوقعوه واخدوه في الطياره. وقبل ما تطير بيهم اخذ كرافن رمح حديد وقتل واحد منهم، ومسك سلم الطياره وحاول يوصل لهم، لكنهم في الاخر قدروا يهربوا منه. فراح بعدها الكاليبسو وقال لها على مواصفات الشخص اللي خطف ديم، وطلب منها انها تستعلم عنه وتعرف له هو مين. وبعدها راح لوالده وساله مين دول، قال له انه ما يعرفهمش لانه ليه اعداء كتير، وبيعرفوا ان العصابه قطعت صباع ديم وطلبوا فديه 20 مليون دولار، وقال له انه حتى لو دفع لهم الفلوس فهو كده كده هيقتلوه، ولو عمل كده هيبان انه ضعيف وخايف، وهو مش بيحب يكون ضعيف مهما كانت النتيجه حتى لو الثمن ابنه. اما كاليبسو فعمل التليفون واحد، وعرفت بعدها ان الشخص اللي خطف ديم اسمه عمر أوزدمير، ومن تركيا وعايش في دير قديم في مدينه ازمير. وبلغت كرافن وهو اول ما عرف سافر تركيا على طول، وهناك قدر يدخل وقرع عمر وقتلهم كلهم. وقبل ما يقتل عمر سالوا فين ديم وليه عمل في كده، واثناء كلامه معاه شاف صاروخ جاي عليهم، فاخذوا ونط بيه قبل ما المبنى يتدمر. وسالوا مين اللي خطف اخوه، فقال له واحد اسمه أليكسي. وبعدها اتصل على كاليبسو وقال لها ان أليكسي عارف مكانك وهيحاول يوصل لك ويقتلك انت كمان، وطلب منها تروح المطار وهناك هتلاقي طياره في انتظارها، والطياره دي هتوصلها لحد عنده. وهي بتكلمه شافت 5 من رجال أليكسي داخلين المبنى علشان يقتلوها ويخلصوا عليها، فبسرعه اخذت كل حاجتها وانبوب الترياق وهربت من المكان. وبنرجع تاني لأليكسي وهو لسه بيتكلم مع ديم، وطلع مصل من الثلاجه واخده، وعرفه انه كان ضعيف زيه في يوم من الايام، وحاول كتير يتخلص من ضعفه لكنه كان بيفشل في كل مره، لحد ما في يوم من الايام اتعرف على دكتور كيميائي وقال له الدكتور انه ممكن يخلص من ضعفه ده، وصنع له مصل خاص بيحول جسمه لجسم حجري. وبعدها حكى له اللي حصل وقرب منه وعرض عليه يكون شريكه ويشتغل معاه، لكن ديم رفض. فرفع أليكسي عليه المسدس، وقبل ما يقتله وصل جون. وجون هو كمان كان بيتمتع بقوه خارقه، وقوته هي انه بيقدر يختفي ومحدش يقدر يشوفه. وقعد مع أليكسي وقال له ان كرافن قتل زعيمه في السجن، يقصد سيمون يعني، وعشان كده هو بيحاول يوصل له بكل الطرق علشان ينتقم منه ويخلص عليه. وبيتعاونوا هما الاثنين سوا للتخلص من كرافن. وبنروح تاني لكرافن وهو بيستقبل كاليبسو وبياخدها الكوخ اللي في الغابه، وهناك عارف انها صياده ماهره وبتعرف تستخدم القوس كويس قوي. وفي المشهد اللي بعده وصل جون وأليكسي للغابه، وطلب أليكسي من ديم يتصل على اخوه، فاتصل عليه وعرفوا انهم موجودين هنا. وقبل ما يكلموا أليكسي كان كرافن قفل التليفون في وشه وبدا يستعد لهم وجهز نفسه كويس قوي، وفجاه خرج عليهم فهد وبدا يهاجمهم، واستغل ديم الفرصه وهرب منهم. اما كرافن فكان وصل للغابه وبدا يخلص عليهم لحد ما جه جون وحقنه بمخدر سبب له تسمم وهلوسه. وبدا كرافن يفقد قوته، كل ما كان يحاول يضربه كان جون بيختفي من قدامه. وفي النهايه طلع مسدسه قبل ما يقتله. كانت وصلت كاليبسو وطعنته بالسهم فاين وخلصت عليه، وطلعت الترياق وساقته لكرافن ولحقته قبل ما يموت لتاني مره. اما اعوان أليكسي فقدروا يقبضوا على ديم وفهموه انهم قتلوا كرافن اخيرا، وطبعا هو فرح جدا علشان بعد لحظات بس اتفاجئ بكرافن قدامه. فبسرعه أليكسي اخذ المصل وحقن نفسه بيه وتحول لرجل حجري، وبدا الاكشن ما بينهم، وفضلوا يضربوا في بعض ويكسروا العربيات لحد ما في الاخر كرافن شاف فتحه المصل اللي في جسمه، ومن هنا عرف نقطه ضعفه، ومره واحده طعنه في بطنه وخلص عليه. وفي المشهد اللي بعده راح كرافن قابل ابوه في الغابه وقال له انا عرفت انك انت اللي بعت الفيديو بتاع الأليكسي، لان أليكسي كان بيحاول يقتلك وانت لوحدك مش هتقدر تخلص عليه، فحطتني انا في طريقه لان انا الوحيد اللي هقدر اقتله واريحك منه، بس انت ما فكرتش في ديم، ما كنتش خايف احسن يقتله؟ فقال له انا متاكد انه مش هيقدر يقتله قبل ما يوصل لك. فحب كرافن ينتقم منه، لكن علشان هو ابوه ما قدرش يقتله بايده وجاب له دب في ترسه. وفي مشهد النهايه راح قابل اخوه ديم واتصدم لما لقاه بيتحول هو كمان زي أليكسي، وعرف منه انه راح لنفس الدكتور الكيميائي واللي
اللي عمل المصل الإليكسي وقال له ديم أنا عملت كده علشان أتخلص من ضعفي لأني مش هقدر أعيش كده على طول. وخلص الفيلم على كده، استنونا بقى في أفلام تانية جديدة والسلام.